السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة فضلا وليس امرا. يلا بقى كده نسمي الله كده ونخش النهاردة في روتيننا كده. يا رب بس الروتين يعجبكم وما تنسونوش بالله عليكم. بصوا انا هنا جبت برتقان وجبت جبت جيلي، عيالي بيحبوه جدا. هتقولي جيلي ايه في البرد دوت؟ لا احنا عملناه وكلناه سبحان الله. يعني عيالي بيعشقوا حاجه اسمها جيلي. طول ما في موز يبقى عايزين جيلي. وجبت علبه بسكوت شاي كده وخلاص. طلبات بسيطه جدا. دخلت بقى على المطبخ كده بوريكم، شايفين الازايز والمواعين؟ قلت اغسلها كده عشان خاطر ايه. بصوا انا كنت لسه غاسله مواعين وهي المواعين اتكومت معايا تاني. يعني بصوا سبحان الله، يعني ما بنخلاش ابدا من المواعين يعني. فالمهم كده فانا هعملها وبعد كده هنشوف ورانا ايه. وهنا طلعت كيس لبن من الفريزر وقلت ان انا عايزه اعمل حاجه حلوه. فسبته كده يفك بقى مع نفسه ووطيت عليه عشان خاطر الحلل الفقريه ديت حلل بعيده عنكم، يعني وحشه جدا، بتحرق اي حاجه. بس هنا كده هنضف بقى ايه الرخامه بتاعتي ورصه بقى حاجتي وكده، وهعبي الازايز وايه ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. بس كده خلاص بوريكم ان انا خلصت كده مواعيني على السريع. مش على السريع ولا حاجه والله، خدت وقت فيهم. بصوا كميه المواعين مذهله يعني فظيعه. الله يعيننا بجد يعني في السقعه دي بس. الواحد بيكسل قوي، بس الواحد لما بيشتغل بيسخن كده خلاص. تقدري انك تشتغلي بقى لما تيجي تقعدي بتبردي بقى وتتعبي. وده انا غسله كميه غسيل هدوم على الغسالة العادية بجد. يعني بصوا ايديا دي ما مش حاسة بيها. انا يعني بمنتج معاكم الفيديو بجد كنت لسه مخلصة غسيل وايديا دي مش حاسة بيها. هنا بقى هنعمل ايه. قررت ان انا اعمل ايه. انا عندي اللبن وعندي الدقيق. قلت اعمل سينابون. اول مرة اعمله على فكرة، بس قلت نجرب واشوف بقى. انا رحت حطيت كوباية لبن. اللبن كانت بتغلي وانا اصلا المفروض احطها كوباية لبن دافية. حطيتها بتغلي، سبتها بقى لما تبرد شوية كده عشان خاطر احط الخميرة والسكر. فسبتها شوية هديت كده واروح انزل عليها بكيس الخميرة ده. بصوا كيس الخميرة دوت انا اول مرة اجيبه. مش عارفة حلو ولا لا، بس الصراحة حلو يعني. اول مرة اشوفه يعني. انا بجيب خميرة تانية. بص الخميرة فرت معايا ازاي كانت صراحة. بس عشان الجو برد العجينة خدت وقت كتير لحد ما خمرت. فسبتها براحتها خالص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. بجد يعني انا بصوا بجد انا حزينه جدا على اللي حصل في تركيا وسوريا. حزينه حزينه يعني على الزلزال اللي حصل. بجد يعني والله يعني مش عارفه اقول ايه. والله حاجه تقطع القلب بجد. يعني زعلت عليهم. آه، ربنا يعوضهم خير يا رب. عمر البني ادم ما بيتعوض بجد. البني ادم ما بيتعوضش خالص. يعني المنظر انا شفت مناظر والله العظيم. الاطفال وجعت قلبي. والزلزال اللي حصل دوت يعني انا والله من امبارح كده وانا شفت المنظر انا مش قادره يعني بقول خلاص احنا خلاص. الدنيا خلصت يا ولاد. بجد ربنا يرحمهم. ربنا معاهم. ربنا معاهم بجد يعني. طلعت من السينما ودخلت في حالة حزن كده. معلش سوري بس عشان خاطر انا كنت الموضوع ده اصلا مضايقني. فهنخش نكمل مع بعضنا. بص بقى انا هنا حطيت زيت. دي كوباية زيت؟ لا دي كوباية سمنة كنت مسيحاها. مش كوباية كمان، ربع كوباية الا ربع حاجة زي كده. هنام يا لهوي عليا. ده انا بمنتج مليون عليا النوم. نزلت بقى بالدقيق هنا كده خطوة خطوة كده ايه عشان افرغ الهواء كده بالمعلقة. بعد كده عشان خاطر كمان السمنة سخنة فانا عملت معلقة لحد ما بردت واشتغلت ايه بايدي. النبي عربي يا جماعة. كل واحد بيشتغل في ايده واحنا اللي هناكله. محدش يقول انت بتشتغلي بايدك. لا احنا اللي هناكله يا جماعة، محدش تاني هياكله. تمام تمام. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يقولوا انتوا بتعملوا السينابون ازاي؟ نفس الطريقة ولا بتعملوا لكم طريقة تانية ولا ايه بالظبط؟
واللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك. اللايك يا جماعة بجد. بصوا انا عندي الفيديوهات واقعة بطريقة فظيعة، مش عارفة في ايه. فيديوهات عندي اتضربت. فمش عارفة، بفكر ان انا اسيب القناة ديت واروح اعمل قناة تانية. بس بجد حاسة ان لو عملت قناة تانية يعني تعب تعب، يعني ما اقولكمش، يعني لسه هتجمعي بقى ال4000 ساعة و1000 مشترك. دلوقتي الناس بقالها شهور شهور عشان يجيبوا ال100 مشترك، ما اعتقد. يعني أنا اعرف إن واحدة بقالها فترة قاعدة هي زي ما هي في ال400 مشترك. وال4000 دي ساعة، دي مش سهلة يا جماعة يعني. خصوصا ان اصلا اللي يجيبوا اليومين دول مش عارفة في ايه. فمليت بجد، يعني انا مش لاقي تشجيع ولا لاقي اي حاجة. فشكل كده ان انا هخلع من القناة وهعمل واحدة جديدة، يا اما هستمر في ديت واشوف اخرتها ايه. ربنا معايا بقى. انا كلمت يوتيوبرات كبار بتوع قنوات التعليمية وكده، بتوع اللي بينصحوا بقى بمشاهدات والكلام دوت. فقالوا لي استمر في ديت واهتمي وكده، وهشوف هكمل كده باذن المولى واشوف الدنيا ايه. دوشتكم معايا. شفتوا بقى السينابون وشفتوا الصوص اللي عملته رهيب. هنا بقى ايه، قلت نعمل غدا بقى كده بالمره، او عملنا حواوشي كده. وقلت اعمل جنبيهم شويه مكرونه، والحمد لله فضل نعمه من عند ربنا. آه بس سبت المية تغلي وحطيت المكرونة، وشوف بقى التحابيشيت بقى اللي عملتها دي جميلة جميلة جميلة. شوية فلفل على شوية على كام طماطماية كده. وبصوا دي من ربع كيلو لحمة، والله ربع كيلو لحمة. عملت لي شوية حواوشي بالصلاة على النبي، حاجة لوز اللوز. هنعمل ايه بقى في الغلا اللي احنا فيه دوت؟ هنحاول نوفر، هنحاول نعمل كل حاجة على القد. هنحاول خلاص الناس اللي بقت تجيب الحاجة بالاتنين والتلاتة والاربعة خلاص. يعني بصوا هو كيلو وشكرا على كده. بجد يعني الظروف صعبة جدا. شايفين بقى جمال السينابون من جوه؟ يا خرابي يا خرابي، النبي انا شيفة. ايه رأيكم بقى؟ بصوا بقى طلعته كده وحطيت عليه الصوص بقى وشوية شوكولاتات كده، والدنيا كانت فل الفل. حاجة كده بنفرح بيها العيال. مش دايما طبعا هنعمل الحاجة دي، لأن السمنة والزيت والدقيق، بصوا كل حاجة بقت غالية، كل حاجة بقت غالية. ففين فين كده نعمل لهم حاجة نفرحهم. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يعيننا. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.